ازيكم عاملين إيه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. هقولك ازاي تختاروا البطيخه حمرا ومسكره ولذيذه جدا وانت مغمضه. هتبصي على 3 علامات مهمين جدا فيها. اول علامه هتخبطي عليها كده لازم تعمل صوت رنان. تاني علامه لازم يكون فيها بقعه صفرة من الخارج زي ما انتوا شايفين كده. تمام. تالت علامه بقى والاخيره لازم الورده اللي بتبقى فوق دي تبقى داخله لجوه وكمان ناشفه جدا، ما تكونش خضرة علشان لو خضرة هتبقى لسه ما استوتش. تمام. دي 3 علامات مهمين جدا لازم تاخدي بالك منهم عند اختيار البطيخ. هفتحها بقى قدامكم. انا الصراحه فاتحاها، التاجر برضو فاتحها لي علشان ابقى مطمنه جدا. تمام. افرض انت مش عايزه تفتحيها يبقى تبصي على ال3 علامات دول. هفتحها بقى قدامكم وان شاء الله البطيخه هتبقى حمرا ومسكره وكمان لذيذه جدا. والبطيخه اللي قدامكم دي يا جماعه مش غاليه خالص، ب25 جنيه بس بصراحه وزي العسل. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ولو عجبتكم بقى البطيخه اعملوا لايك للفيديو واستنونا ان شاء الله في فيديوهات كتيره جدا. باي باي.